إذا دائما في هذه المناسبة ديال العيد الناس كيسولونا واش يمكن له ياكل العيد اللحم ديال العيد، واش ما يمكنلوش ياكلو، لأن بزاف ديال الناس اللي كيتخوفوا من اللحوم الحمراء ربما سمعوا بأن اللحوم الحمراء تقدر تسبب سرطان، تقدر تسبب أمراض ديال القلب، فكيبقى هذا التشويش في الذهن ويخافوا إلى كلاو اللحم ديال العيد واش يوقع لهم شي مشكل. قبل ما نتكلموا على المخاطر وعلى الاحتياطات خصنا نذكروا بأن اللحم بصفة عامة هو مصدر أساسي في التغذية، فهو من المسائل الأساسية ديال البروتينات. الواحد إلا خدا واحد 100 غرام ديال اللحم فيها 20 حتى 25 غرام ديال البروتينات، يعني تقريبا النصف ديال الاحتياجات. وهذه البروتينات سريعة ديال الامتصاص ومهمة في التكوين ديال الجسم، التكوين ديال العضلات ديال العظام وفي الصيانة ديال الجسم أيضا، لأن هذه الخلايا ديال الجسم كتجدد. كذلك بالإضافة للبروتينات اللحم فيه دهنيات مهمة للطاقة، واللحم ديال الغنمي بصفة خاصة ما فيهش غير الدهنيات الضارة، فيه الدهنيات الضارة هذوك الدهنيات المشبعة، ولكن فيها أيضا بعض الدهنيات الغير مشبعة اللي مهمة، والدهنيات مصدر أساسي للطاقة. كذلك فيه اللحم الأحمر واللحم ديال الغنمي فيه مادة الحديد، فيه واحد المجموعة ديال الأملاح المعدنية وعلى رأسها الحديد، والحديد من نوع جيد، والحديد يحمي من فقر الدم ويعالج فقر الدم. داك الشيء بالاخص العيالات اللي عندهم الدوره الشهريه او الناس الكبار والاطفال الصغار اللي محتاجين هذه الماده خصهم ياكلوا اللحم لانه اساسي، خصو يكون اساسي في التغذيه. كذلك كاين واحد المجموعه ديال الاملاح المعدنيه اخرى مهمه، الزنك مثلا اللي عنده واحد الدور اساسي في تقويه المناعه وفي محاربه الامراض، وكاين كذلك السيلينيوم اللي عنده دور في المناعه وعنده دور ايضا في محاربه الشيخوخه في تجديد الخلايا، وكاين الفوسفور، كاين الكالسيوم، كاين واحد المجموعه ديال الاملاح المعدنيه ايضا اللي مهمه في التغذيه. وكاين شيء بالاضافه للدهنيات كما قلت، كاين بعض اللي اساسيه اللي مهمه بحال الاوميغا 3 ولا الاوميغا 6 اللي عندها دور في الوظيفه ديال القلب وفي محاربه الشيخوخه وفي وظائف الجهاز العصبي وفي الوظائف ديال القلب. وكاين فيتامين بي ايضا، فيتامين بالاخص فيتامين بي 12 هذا عنده دور في التكوين ديال الكريات الحمراء وفي محاربه فقر الدم، وكذلك في الوظائف ديال الجهاز العصبي. وكاين المجموعه ديال الاخرى ديال فيتامين بي 3 وبي 6 الى غير ذلك، وهذه كلها مهمه في المحاربه ديال مجموعه ديال الامراض، المحاربه ديال الاكسده، وفي الوظيفه ديال القلب، الوظيفه ديال الجهاز العصبي. اذا غير هادشي باش نقول بانه اللحوم مهمه في التغذيه، يخص الانسان يستهلكها، انما يستهلكها بواحد القدر معين باش ما يكونوش عاود الاضرار ديالها. فالافراط في استهلاك اللحوم يقدر يسبب بعض المشاكل الصحيه، خاصه عند بعض الناس اللي ما محتاجينش مثلا الدهنيات، بحال الناس اللي عندهم مثلا الوزن ما محتاجينش الدهنيات خصهم يقلوا، الناس اللي عندهم الكوليسترول خصهم يقلوا لانه اللحم فيه الكوليسترول وبالاخص فيه الدهنيات المشبعه اللي تقدر تكون الكوليسترول. كذلك الناس اللي عندهم مثلا قصور الكلوي ما خصهمش يكثروا من البروتينات، لان البروتينات تقدر ترهق الكلوي، وكذلك تقدر تطلع حمض اليوريك. فالمعروف بان اللحوم الحمراء يمكن يسببوا النقص، يطلعوا حمض اليوريك ويسببوا النقص. اذا كاين بعض الناس بحال هذول والناس كاع اللي عندهم امراض ديال القلب، امراض الشرايين التاجيه، ولا اللي عندهم ارتفاع الضغط الدموي اللي يمكن يتصابوا بانسداد ديال الشرايين، نصحهم باش ما يكثروش من اللحوم باش يتفاداو هذا الارتفاع ديال نسبه الكوليسترول ويتفاداو المشاكل ديال العروق. وكذلك الناس اللي عندهم شي مشاكل صحيه اخرى واللي ينصحهم الطبيب باش ينقصوا اللحوم، فهذا خصهم يحتاطوا. وبصفه عامه حتى بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مشكل ديال مشكل صحي، فكان بعض الدراسات تبين بانه اللحوم تقدر تسبب سرطان، خاصه سرطان ديال القولون او سرطان ديال المثانه، البروستات او البنكرياس او الثدي. وكذلك بعض الدراسات تبين بانه يمكن يسهل استهلاك اللحوم الحمراء بكميه كبيره، يسهل ظهور السكري.
واخا الدراسات ماشي شي دراسات اللي قويه اللي يمكن نخوفوا بها الناس، ولكن بصفه عامه المنظمه العالميه للصحه والجمعيات محاربه السرطان كتنصح الناس باش ما يبالغوش في استهلاك الدهون اللحوم الحمراء، وما يتعداوش 500 غرام في اليوم او 50 حتى 150 غرام في اليوم. فالانسان ياكل اللحم وانما ما يكثرش، وإلا كان ممكن ياخذوا مثلا 2 مرات ولا 3 مرات في الاسبوع، ما ياخذوش يوميا وما ياخذوش في الغداء والعشاء. اذا يعني الخلاصه ان اللحوم فيها بعض المخاطر، فيها بعض الاضرار لبعض الناس، ولكن اساسيه ايضا في التغذيه، فخصنا التوازن، ناكلوا منها ما نكثروش. كان بعض الناس اللي ياخذوا واحد الكميه قليله او يتفاداوها اذا كانت تسبب لهم مشاكل، ولكن اغلبيه الناس يمكن لهم ياكلوها غير ما يكثروش منها. قضيه اخرى نشير لها هي قضيه الطهي. لازم الطريقه باش نطيبوا اللحم، وهنا كيوقع بعض المرات بعض المشاكل. فالناس كيبغوا بزاف الشيء، مزيان الشيء يتشوى، اللحم اللي تشوى كتمشي منه الدهنيات، ولكن ما خصوش يتحرق. فهذيك الشحمه اللي محروقه او داك اللحم اللي محروق، فمن بين المسائل الاساسيه المسرطنه، يقدر يطلع هو الكوليسترول ويطلع يسبب مشاكل في التكوين ديال الدم، ولكن بالاخص السرطان. فهذوك اللحم اللي كحل اللي يتحرق هو اللي يقدر يسبب سرطان. وبصفه عامه بالنسبه للناس اللي عندهم الدهنيات، عندهم كوليسترول او اللي عندهم الوزن، خصهم ملي يطيبوا اللحم يحيدوا الشحمه اللي باينه، واذا كان مفور ولا مسلوق ولا مشوي افضل، وما يكونش مقلي في الزيت. مقلي في الزيت خصو يتجنب نهائيا، واذا كان طاجين ما نكثروش فيه الزيت يكون. قضيه اخرى مهمه بالنسبه ما ناخذوش اللحم بوحده، او ناخذوا معاه المناضه بحال اللي كيستعملوا الناس للاسف. فالمناضه فيها مجموعه ديال السكريات وهذا فيه دهنيات، فهذا خطا من ناحيه التغذيه. فاللحم ناخذوا معاه الالياف، لان اللحم في حد ذاته ما فيهش الالياف بزاف، ويقدر يسبب بعض عسر ديال الهضم لانه صعيب شي في الهضم ديالو، ويقدر ايضا يسبب الامساك. فناخذوا معاه الحبوب الكامله، مثلا الخبز به بالنخاله ديالو، وبالاخص الخضر، السلطه، الخضره بالاخص الا كانت مسلوقه ولا مفوره ولا مزيان، والفواكه او العصير، حتى العصير ديال الفواكه مزيان غير ما يكونش فيه بالطبع ما يكونش فيه السكر.